مساء الخير. امبارح تقريبا من اقل من 24 ساعه انا نزلت فيديو بقول ان الجيش المصري في الصومال وبيعمل ايه في الصومال ورايح يعمل ايه للصومال والكلام ده كله، وقعدت انتقد فيه الناس اللي بتتكلم على الاكل والشرب والكلام ده وبلدنا وجيشنا، واللي يقعد يقول لك العسكر وحكم العسكر وبيشككوا في قيادات الدوله وبيشككوا في ولائهم واخلاصهم وخططهم وتخطيطهم العسكري. فاتكلمت كتير في الحته دي، جاني كميه تعليقات انا ما كنتش متوقعها، والفيديو داخل على ال 200,000 وجاني اكتر من 3000 متابع، اهلا بيهم على راسي من فوق. ولكن في تعليقات سلبيه اثبتت حاجات، ثقافه الناس المتابعه. حد مش عربي خالص، وفي من ضمن المصريين يقول لك سايب الحدود مع غزه واسرائيل للصهاينه ورايح للصومال لان بامر امريكا والصهاينه. انت بني ادم يعني، عفوا مش عايز اغلط عشان الناس اتكلمت معايا في الحته دي، انا بتكلم تلقائي والحمد لله رب العالمين، لا بنجمل ولا بعيد تصوير تاني، واللي انا بسجله على موبايلي انا بنشره في الحال. يعني بحس انك انسان مريض. صهاينة ايه اللي مصر هتمشي ده مصر رايحة توقف تخطيط وحيل الصهاينة لتضييق الخناق على مصر بواسطة اثيوبيا. الغرب غير راضي على انتقال قواتك العسكرية، وهتشوف الاعلام العالمي ما بيتكلمش الا على القوات المصرية، واللي يقول لك ده بداية النهاية للجيش المصري وال10,000 بتوعكم يعملوا ايه، واللي يقول لك سايب حدود غزة. مع احترامي لغزة، ولا غزة دي مش غزة المصرية، غزة دي على كل المسلمين ومش على الجيش المصري فقط انه اللي يحارب. احنا عملنا وضحينا بغزة وتضررنا اكتر دولة تضررت، وما زالت قواتنا على الجيش المصري. مش هم ال10,000 اللي سافروا. وفكر كويس، وانا مش هغلط في الرد، لان انا لساني زي المبرد. عندي بلدي وعندي قواتي المسلحه تقف ستوب وتقص لسانك وتتكلم بادب واحترام. الجيش المصري، التاريخ والاصاله والعسكريه المصريه. اللي بتتكلم عن مصر شوف بلدك الاول. اللي يقول لك سايب سينا وغزه ولا سايب غزه وفلسطين، انت بلدك فين وجيشك فين؟ مصر لو حاربت محدش يقف معاها من الاشقاء الدول العربيه، مع احترامي، وبلدك اللي بتتكلم اول واحد. المشكله اللي في مصر النهارده القائمه سد النهضه اكبر ضرر يحطم ويدمر مصر والسودان. مع احترامي، لو الدول العربيه الاشقاء هم ساعدونا كتير ووقفوا معانا كتير، او بيردوا بعض جمايل مصر عليهم، لو كانوا وقفوا عملوا اجتماع صغير بعض الدول العربيه وقالت لاثيوبيا السد ده يتم الاتفاق مع مصر عليه، كانت اتفقت. لكن للاسف الشديد كله النهارده ده سد النهضه فيه مستثمرين من الدول العربيه على حس سد النهضه. مش هتكلم في الحته دي، انا عايز اقول ولادنا وجيشنا وخيره شباب مصر النهارده موجودين في اثيوبيا على بعد 3000 كيلو. 3000 كيلو بيننا وبينهم، ربنا يجيبهم بالسلامه ويسرهم امورهم. اقول لكم احسن خبر عشان اعرفكم اللي بيقول لك ال 10,000 يعملوا ايه. اثيوبيا النهارده من امبارح بتنقل قوات اثيوبيه بالمحاذاه مع خط القوات المصريه، خوفا من دخول القوات المصريه الاراضي الاثيوبيه. اثيوبيا بتنقل قواتها، بتعمل شريط فاصل بينها وبين القوات المصريه. اثيوبيا بتخاطب الصهاينه، بتقول لهم انتوا يهمكم اضعاف مصر، واحنا بنعمل على اضعاف مصر وخناق مصر، ساعدونا. بعت لهم قبل كده دفاع جوي لحمايه سد النهضه. فاحنا مصر بيضيق عليها الخناق. اخواننا في اليمن قفلوا مضيق باب المندب، احنا مش رايحين نحارب اليمن. اليمن اللي بيتكلم واكتر من حد، انا قريت تعليقات كتير جدا وحذفت تعليقات كتير سلبيه. احنا مش رايحين نحارب اليمن ولا هنضرب بالحوثيين، ولا احنا رايحين نؤمن حصه مصر من مياه النيل، نؤمن خط سير قناه السويس من مضيق باب المندب رغما عن انف اي دوله في العالم. هي دي مصر. لكن عمال تتكلم وتقول لي سايب سينا، سايب غزه، وسايب فلسطين، وسايب انت فين وبلدك فين؟ احنا مصر اولا 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 وقبل كل شيء. احنا مش بنينا جيشنا وامنا بلدنا وتعبنا ومن قوتنا عشان نروح ندمرهم، عشان خاطر اللي سابوا اراضيهم هنا وهنا وهنا، وعشان القاده الدول العربيه بتنعم واحنا ربنا اعلم بينا. والنهارده اقول لك يا مصر، هو ما فيش الا مصر. مصر عملت جيشها لنفسها ولحمايه ارضها وعرضها ولساعده الدول العربيه ان ساعدونا.
لكن لما كل دوله، احنا لو يا جماعه احنا هنتدمر من صهاينه الضرب. انت لو ما بتشوفش بص بعينك هتلاقي جميع السفن الحربيه، احدث سفن حربيه في العالم ماليه البحر الاحمر والبحر الابيض. جيل لمين؟ جيل لمصر. جيل لمصر مش جيل لغزه، جيل لمصر. فنهار ما تتكلم اوعى تتكلم عن الجيش المصري، ما تتكلمش عن القياده المصريه. احنا راضيين بقيادتنا، راضيين برئيسنا، مقتنعين بكل اللي بيعمله، واحنا ورا الجيش ومع الجيش وهنفضل مع الجيش. لو مش هناكل خالص هنحمي ارضنا وعرضنا قواتنا المسلحه. 3000 كيلو او اكثر بيننا وبين قواتنا هناك، وان شاء الله منصورين. واثيوبيا عماله تنقل قوات بالمحاذاه مع الخطوط المصريه اتعملت، واللي جاي ان شاء الله خير. سد النهضه الرئيس السيسي قالها، لو اشتعلت المنطقه، لو الجيش المصري اتحرك واشتعلت المنطقه لن تنعم المنطقه بالكامل باي امان. لان الجيش المصري اللي يقول لك جيش ما اعرفش وجيش ايه، كفايه حقد وكفايه غل. ولو على القياده دولتنا وجيشنا، لو انا مختلف على القياده وعلى الاداره، ادعي لجيشك، وقف ورا جيشك. ما بقاش الا جيشك في الوطن العربي كله باع ارضه وباع جيشه ودمروا جيوشهم وقاعدين في بلادنا. بلاش اتكلم، مصر فيها اكتر من 35 مليون لاجئ على مصر، وقعدوا في مصر بادبكم، واللي يتكلم عن مصر يتكلم بادب. وتحياتي. انا مين في الدوله؟ انا ولا حاجه. اللي بيقول لي انت مين في الدوله؟ انا مين ايه؟ انا مصري، مصري محب لبلده، مصري وطني. ما دمرتش بلدي ولا هدمر بلدي، ونهار ما اشوف حد بيضر وبيأذي بلدي هحطه تحت رجلي. انا ولا شيء في الدوله، انا واحد مصري محب لتراب مصر. تحياتي، سلام عليكم.